هل المرأة العربية تحترم الرجل؟ شكرا للطبيب الذي استمات تقليل طموحي هيصبح متحرش في إذا لم المستقبل؟ يعالج. النهارده معانا دكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل سلوك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك، منورنا يا دكتور. ربنا يخليك يا دينا. مش شايفة إن الإحباط كلمة كلنا بنقولها؟ مظبوط، بس انت تقدري تعملي زي مفاوضات او تعملي الفض، ان انت تتعاملي في الفض ده من خلال يكون عندك احلام، وفي فرق بين الاحلام والاماني. الشخص اللي بيفضل رهينة الاحباط او رهينة اليأس هو الشخص اللي بيفضل شايف نفسه مش قادر اتغير. هل الدكاترة اللي بيشتغلوا في الصحة النفسية وتعديل السلوك هم ممكن فعلا يحبطوا أو ممكن يصابوا بالعجز أو يحسوا نفس الأحاسيس اللي مرضاهم بيحسوا بيها؟ طيب طبعا، عشان أعرف قيمة النور لازم أشوف الضلمة، وعشان أحس بقيمة النجاح لازم أفشل. الفكرة دلوقتي بقى في فرق بين الفاشل والفشل. الفشل أنا حاولت بس ما عرفتش أنجح، حاجة ذات قيمة قوية جدا، بس أنا شخص فاشل لا أحاول. فكرة بقى أن أنا شخص في بعض الأحيان بحبط أو بشعر باليأس، ده شيء صحي جدا. صحي. أنا بحس يعني ممكن يكون جزء من شخصية دكتور نور إن هو فشل، حس ببعض التغيرات النفسية، فمن هنا ابتدى يحس إن في عجز لازم يتخطاه بإن هو يبقى استشاري في نفس البوينت اللي هو عانى منها. ده دكتور نور؟ مظبوط. أنا عملت 13 كتاب، كان أول كتاب فشل في السوق. أنا مش حاسس من ضمن ال 13 كتاب، عشان ما كنتش لسه عارف هو السوق مطلوب إزاي أكتب لجمهور، الجمهور عايز إيه. ده هل فشل عشان رؤية دكتور نور كانت هي بس اللي في الكتاب؟ يعني كان جزء من فشله إن إحنا دايما ما بنسمعش أو نركز ماذا يدور حول العالم؟ لا، كان لسه خبرات الفشل ما جاتليش، ان انا بشوفها صحيه جدا. ان انا اتعلمت منها ندرس وانا فشلت في ايه، عشان المحاوله جايه تنجح، ووارد طول ما انا بحاول افشل في مره. الفكره كلها في استمرار المحاوله، عشان النجاح مش المرحله اللي وصلت لها النهارده واحنا قاعدين مع بعض. النجاح هي البدايه اللي انت بداتيها من السنين عشان توصلي ليومنا اللي قاعدين فيه النهارده. عمل ايه دكتور نور اول ما حس بالفشل؟ اتضايقت في ايام، قعدت ايام، بعد كده قلت ان انا عندي لسه بكره وعندي المستقبل. حطيت بقى فكرة بلان عايز أعمله خلال سنة، وحاجات عايز أوصلها بعد 5 سنين، عشان أستشعر إن أنا أكون سعيد. وفي فرق بين الرضا والسعادة، فأنا كنت راضي بقضاء ربنا. دكتور نور لو وراء القضبان دلوقتي، هل هيفكر كأنه بعقلية استشاري تعديل سلوك فهتحاول تأثر في سلوك الناس، ولا هتفكر في أساليب تانية؟ أفكر إن أنا أقدر أغير نفسي وأقدر أغير العالم. يعني هتغير طباعك أنت وراء القضبان طبعا، عشان تقدر تخرج منها. لو عايز أغير العالم أبدأ بتغيير نفسي عشان بعد كده أغير المجموعة اللي حواليا. طبعا. يعني معنى كده كل الضحايا اللي في العالم محتاجين يركزوا على نفسهم الأول؟ مظبوط، عشان احنا دايما بنطلب تغيير العالم أو تغيير الحاجات، وأنا ممكن مبقاش قادر عشان الموضوع أكبر مني. فلو اشتغلت على نفسي وعلى نقطة ضعفي هوصل ل 100%. في نظرية اسمها 80-20، ما تشتغلش 100%. نظرية كام؟ 80-20 عبارة؟ النظرية دي بتقولك ما تشتغلش 80% أو 100% على كل يوم على الحاجات اللي انت عايز تعملها. اوصل 20%. 20% نقطة ضعفك عشان توصل في الآخر ل 100%. بس لو فضلت كل يوم تعمل نفس الحاجات وما اشتغلتش على نقطة ضعفك، عمرك ما هتوصل لأي حاجة، عشان عمرك ما هتتغير. ماما دكتور نور تعني له ايه؟ علمتني يعني أخلاق، يعني قيم، ازاي يكون راجل، ازاي يكون صديق وفي، ازاي ينجح. كان عندي مشاكل وانا صغير في الكلام، الوحيدة اللي كانت في ظهري. كل ما كان محدش مصدق هتقدر تعمل حاجة، كان كل الكلام إيجابي جدا. في يوم بس الكلام ده عمري ما قلته، كانت قاعدة بالليل، شفتها بتعيط أو بتدمع، كانت بتدعي لي بالليل. أعتقد الموقف ده أثر، كنت أنا في ثانوي. ممكن يقول لك الموقف ده أثر في حياتي. أثر فيك دعوتها، ولا أثر فيك إن هي مهتمة بالتفاصيل؟ هل هي كانت كاملة؟ لازم أقولك عشان الشخص التضحية، كلمة تضحية قيمة كبيرة جدا. إيه أكبر قيمة حاسسها ممكن تكون موجودة في أي تغني عن قيم تانية؟ الأمان. الأمان. الأمان قولا واحدا.
يعني لو أم أمينة على ولادها بس مش مثقفة فهي أم عظيمة. طبعا ولو أم منفصلة والحياة حطتها في ظروف كبيرة وما زال الأمان موجود في حياتها، هي هتبقى أم عظيمة، صح؟ هتظل الأم هو أفضل قيمة وأفضل هبة في حياة أي إنسان. أثرت فيك إزاي؟ أثرت فيا إن اتعلمت منها إزاي أضحي بروحي عشان خاطر بني آدم أقف جنبه. يعني دكتور نور اللي قاعد قدامي دلوقتي، الرسالة والهدف اللي هو بيسعى عن يعني طول الوقت إن هو يطلعه للإعلام، هي سبب فيه؟ طبعا أنا كل كتاب بكتب فيه إلى أمي وحبيبتي وصديقتي وصديقة الدرب، الست الوحيدة التي آمنت بحلمي وآمنت بي هي أمي. شكرا. كلمة مامتك قالتها لك أثرت فيك ولسه لغاية دلوقتي بتفتكرها. أنت أقوى وأحلى بني آدم في العالم. كان كنت دايما حاسس إن وأنا أنت صغير قوي بتقولي فعلاً؟ كده. طبعا كنت بحس كلمتها قوي اللي بيها. حسستك إن أنت قوي، إن أنت تقدر. مسكتي لإيدها، مسكتي اللبس بتاعها، حضن ليها، كان بيحسسني إني أملك العالم. سؤالي هيبقى صعب شوية، هل الصح إن إحنا نتعلق التعلق ده بالأم أو بأي شخص في حياتنا كدكتور نور استشاري تعديل السلوك والصحة النفسية؟ في فرق ما بين التعلق العاطفي والتعلق المرضي. التعلق العاطفي إن البني آدم اللي بحبه أقتدي بالقيم اللي عنده وأبدأ أنفذها عشان هو بالنسبة لي قدوة وقيمة كبيرة. وبين التعلق المرضي إن أنا أكون شخصية اتكالية، أتكل على والدتي في كل حاجة، وإني أبدأ أي حاجة لازم هي تعملها لي. أكون شخص عندي حاجة اسمها مرض إشباع رغبات، لازم هي تعملي كل حاجة، هي تنفذ لي كل حاجة، ما أعرفش أعتمد على نفسي، ما يكونش ليا شخصية، ما يكونش ليا قرار. ففكرة التعلق العاطفي ده من الحاجات الكويسة جدا لأي إنسان، إن نقتدي بقدوة تكون لها هوية إن أتعلم منها. يعني السؤال هيوجع شوية، يا ربنا يديها لك طولة العمر ويبارك لك فيها يا رب. هل دكتور نور كاستشاري نفسي هيقدر يتخطى إحساس إن كانت في أم في حياته وبعد فترة كلنا طبعا بنمر باللحظات دي، بس في ناس بتنتكس. يعني لما يبقى قدوتي وكل حياتي ومثلي الأعلى موجود وفجأة ما لقيهوش، ساعتها أعمل إيه؟ ساعتها أنت هتعمل إيه؟ مش هقدر أقول لك الموضوع هيبقى سهل. الفراق هو أصعب حاجة ممكن البني آدم يفضل حاسسها، حتى لو قلت لك كلام منمق هيفضل الفراق هو كل الذكريات الجميلة، الأماكن اللي كنا بنزورها، الحاجات، الأصوات والأغاني اللي كنا بنسمعها، الحاجات، الأشياء اللي كنا بنعملها. دي لما بنقول دي الدجمة ولا دي الصدمات اللي ممكن تحصل اتزرعت، صح؟ مظبوط. ففكرة إن أنا لازم أؤمن بقضاء ربنا، قيمة القدر. سريعا تقول إيه لأي حد متعلق تعلق عاطفي بأي حد كان في يوم من الأيام شخصية مؤثرة في حياته، تقول له إيه؟ أقول له خد بالك من التعلق العاطفي. لو كان التعلق العاطفي من حد كويس مش بيأذيك كمل، بس لو كان التعلق ده من نرجسي أو أي شخصية مؤذية، شخصية متنمرة، شخصية بتبدأ تغتابك، أو شخصية بتقول عيوبك قدام الناس أو بتنصحك قدام الناس، الشخصية دي هتأثر على سلوكك وفي يوم من الأيام هتجرحك وهتأثر فيك، ممكن تبقى زيها بالظبط، فلازم تبعد عنها. ليا صديق هو أكبر مني، علمني كتير، علمني يعني إيه أكون شخص وطني، يعني أحب بلدي، يعني يكون عندي انتماء، يعني أصلا هوية شخصية، يعني هوية وطنية. صديق مش قليل قوي إن الصديق دلوقتي بيعلم صاحبه. في فرق بين الصديق والزميل. أنا اتعلمت منه إن الزميل ده رفيق، إزيك، عامل إيه، أخبارك إيه، حاجات صغيرة. بس بني آدم بدون صديق وفي أعتقد حياته تبقى صعبة. بقت قليلة قوي في الزمن ده. قليلة. كفاية صديق واحد بس وفي. طب أعرف منين إن هو وفي؟ بما إن حضرتك استشاري نفسي، إيه العلامات اللي تقولي إن صديقي ده وفي؟ أول ما ترني على التليفون في وقت العوزة أو وقت الحاجة يرد عليك. حلوة قوي دي. طبعا إلا بقى من رحم رب، يعني في حاجات ممكن تبقى هو غصب عنه. ولو غلط؟ لو غلط سامحه. أسامح طبعا عشان ربنا كم مدينا مرة قيمة ممكن السامح. أسامح؟ العمر كله، طول ما هو العمر كله؟ طبعا. هو ممكن يبقاش قصده، ممكن يبقى قلة خبرة منه. دكتور نور بيدي فرص لكل اللي حواليه؟ لا،
عشان ما بحبش العلاقات السامة اللي تستنفذ الوقود، مش عارف امشي، فأدي كل حد بقدر المجهود. عايزة أشوف نظرة دكتور نور أسامة للي بيحصل على السوشيال ميديا دلوقتي. أكيد صراحة أكيد مش متقبله. مش متقبل فيه إيه؟ طيب أنا مش متقبل فكرة فيش الرأي، يعني ما فيش الرأي والرأي الآخر. فكرة التقليد بيفقدنا احنا الهوية العربية. أنا دلوقتي بقلد إيه؟ بقلد في الثقافة. ما هو دلوقتي الهوية إيه؟ الحاجات اللي بتميزنا كعرب، عاداتنا وتقاليدنا اللي بتميزنا عن غيرنا. فلما حضرتك تقلدي حاجات من غير ما تركزي فيها وتكون مخالفة لتراثك وقيمك وحضارتك، حضرتك بتفقدي الهوية العربية وطمس الهوية. هل السوشيال ميديا مليئة بالمرضى؟ كتير طبعا. وفي أي نوع من أنواع المرض النفسي؟ الاضطراب المصطنع. الاضطراب المصطنع انت دايما ممكن تطلعي، حد يطلع حلقة ويطلع الاضطراب المصطنع يبدأ يحكي مشاعر مش حقيقية، فيك تمثيل، لحد ما يعيش في حاجة اسمها متلازمة العالم الافتراضي الغير حقيقي. أو تبدأي تدعي إن أنت عندك مرض عشان تجذبي اهتمام الآخرين، عشان تاخدي عدد مشاهدات أكبر. عايزاك تقولي تأثير اللايك والكومنت والشير على أي حد بيستخدم السوشيال ميديا نفسيا. نفسيا الاضطراب المصطنع بيجي بعد كده العالم الافتراضي، الدوبامين والسيروتونين، السعادة لما حد بيعملك لايك. فلما بعد كده عدد اللايكات أو التعليقات أو الشير يقل، استحقاقي النفسي هيقل طبعا. وحاجة هتلاقي بعد كده ممكن تخشي في اكتئاب، وممكن تخشي في اضطراب الشخصية الحدية، وحاجات كتيرة جدا، علشان الشيء الافتراضي الغير حقيقي أو الحب الغير حقيقي أو جذب الانتباه بدأ يقل منك. كان في طبيب عمري ما هنساه، كان في 2011 كان بيقول لي انت كنت بشتغل معاه يعني، وقال لي انت لو سبتني مستحيل توصل لاي حاجه في حياتك. وكان بيزق جدا او كان بيدعم الفكره دي. اعتقد ان هو كان من اكبر الداعمين ليا، وكتبت له اهداء في كتاب: شكرا للطبيب الذي استمات تقليل طموحي وحياتي، فاشكرك، فلولاك ما كنت ساكون. كنت ببعت له كل نسخه من الكتاب على مكتبه. حلو قوي. كل الناس اللي صداقتهم او معرفتي بيهم كانت علاقات مصلحة، استنفذت مني طاقتي وحياتي وأيام، مش عايز أقولك سنين، اتعلمت منهم كتير. استنفذت بلا مقابل. يعني دكتور نور طول الوقت ممكن هو شخص، أنا عارفة أن أنت شخص معطاء، بس هل الطريقة أو الأشخاص دول كانوا بياخدوا بس وما بيدوش؟ مظبوط. علاقات سامة جدا. قطعته؟ طبعا، عشان هو دايما عايزك في وقت المصلحة وعايزك في حاجات معينة. فانت اول مرة بتدي فرصة، مرة اكيد مش قصده، تاني مرة مش قصده، فلو احتجتي ثالث مرة لازم اقطع. قبل ما نبدأ بالطفل، عايزة اربط الصورة اللي هترسمها بكتابك عن الاضطرابات النفسية وتأثيرها على الأمن القومي. طيب، علاقتهم ان احنا كلنا جزءنا طفولة. فالطفل ده لو احنا احسننا تربيته هيطلع طفل سوي، هيفيد المجتمع، وهيكون شخص وطني. ده له علاقة بالامن القومي، عشان لو هو شخص مضطرب ممكن يتم استقطابه لأي تنظيم إرهابي، او ممكن يعمل عمليات تفجيرية، او يكون عنده انحرافات سلوكية بأي شكل. طب لو طلع سوي هيخدم بلده، فهذا شق يخص الامن القومي. هل حضرتك كتبت الكتاب ده عشان العالم بقى على صفيح ساخن والأطفال بقوا جوه دايرة أي مجتمع دلوقتي، فبقى يأثر عليهم اللي بيحصل؟ ولا حضرتك من الأول شايف إن الطفل ده هو أول معيار لازم نبصله، أو أول هدف لازم نشتغل عليه في حياتنا عشان نطلع منه أشخاص عندهم صحة نفسية؟ السؤال التاني أو السؤال التاني بتاعك إجابته لو عايزين نربي ولادنا المفروض نربيهم قبل ولادتهم ب20 سنة عن طريق تربية الأب والأم. فالأب والأم كانوا أطفال. أيوه. فلو إحنا طلعناهم أطفال أسوياء هيخدموا بلدهم، هيعملوا أزواجهم كويسين، هنلاقي بعد كده نتاج أطفال وطنية تخدم بلدها ما عندهمش مشاكل نفسية. طيب،
اللي خلاني اعمله السبب الاساسي نسبة استقطاب وتجنيد الأطفال بالتنظيمات الإرهابية في العالم زادت بأشكال كتيرة جدا، من أول الحرب العالمية الأولى لحد وقتنا هذا. الأطفال من أول 7 سنين لحد 18 سنة. كان لازم أحط ضوء أو لمبة على إحنا بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، إن الأطفال الصغيرين اللي بيعانوا من أمراض نفسية هم قنبلة موقوتة بيتم استخدامهم لتنظيمات وخلاص، شكرا، بلا هوية وطنية، وأطفال بيتم استغلالهم في عمليات تفجيرية كبيرة جدا. فكان لازم نحط الضوء وألارم اللي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. طب لو هترسم صورة للطفل ده هتبقى عاملة ازاي في البورتريه بتاعك؟ طيب خليني نرسم صورتين ونقارن بينهم. الطفل اللي أنا أحسنت تربيته، عشان أنا بدام أخدت القرار إن أجيب طفل فأنا قدام ربنا أنا متحملها مسؤوليته تماما. طفل قاعد وسط أسرته على الأرض مع أخواته، قاعدين بياكلوا كلهم وقاعدين بيحكوا مع بعض حكاية جميلة، كلهم كانوا سعداء جدا وقاعدين بيحضنوا بعض. دي الصورة المثالية المفترض تبقى موجودة. حطينا الصورة التانية، الطفل العائد من التنظيمات الإرهابية أو من النزاعات المسلحة، هو طفل قاعد وسط خراب كبير جدا وعينه بتدمع بالدموع حمراء دم، عشان عمره ما يعيش سنه ولا هيقدر يعيش مستقبله وأحلامه. الطفل اللي في الصورة التانية انت قلت ان عينيه مدمعة دم، ملامحه عاملة ازاي؟ شعره، كلمني عن شكله. هو شخص فيه تجاعيد في وشه. تجاعيد، طفل بتجاعيد؟ طبعا تجاعيد من المستقبل اللي هيشوفه، مستقبل سيء أسود للأسف على كل ألوان داكنة. شعره جاف جدا، أطرافه في أطراف مش موجودة بأثر النزاعات المسلحة اللي تعرض ليها وما كانش ليها ذنب فيه. جسمه كله مصاب بجروح عميقة جدا، والجروح دي أولها قلبه ومستقبله وعقله، إن هو مشتت، يا إما هيكبر شخص سريعا نفسيته عاملة إيه؟ هو ما عندوش نفسية، هو شخص مضطرب نفسيا ويبقى مريض نفسي، وقد يستغل للأسف في عمليات هيبقى عامل إزاي في المستقبل؟ في المستقبل شخص هينتقم من المجتمع، عشان هو شخص يتعرض لحاجات مستحيل حد طبيعي يتعرض ليها ويكون سوي. فممكن بعد كده نوع من أنواع الإسقاط، هيبدأ يأذي المجتمع اللي هو أذاه وهو صغير. صورة المرأة في حياة دكتور نور أسامة. صورة المرأة هي صورة أمي. انتصار، ست كانت شايلة بيت كبير، بترفع علامة النصر، قدرت بتربي أجيال كتيرة. هي واقفة زي التمثال، علامة نصر، فخورة بنفسها إن هي مرأة، فخورة إن هي المرأة العربية بتختلف عن أي مرأة تانية في إيه؟ بتختلف أعتقد أنا في وجهة نظر نور الاحترام. الاحترام اللي احنا اتربينا من صغرنا، ان دي الست دي تقوم لها وانت في اتوبيس او انت في مترو، الست دي تعديها الشارع مجرد بس ان هي ست، سواء كانت طفلة، فتاة، مرأة. هل المرأة العربية بتحترم الرجل؟ اعتقد وهقول لك ليه. عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا اتربينا عليها كمجتمع عربي، الديانة بتاعتنا كلهم بيقولوا احنا لازم نحترم المرأة. هل تبادل الأدوار يا دكتور أثر على المرأة العربية؟ بص، أنا ليا وجهة نظر في ده. أنا ما أعتقدش طول ما هي المرأة محافظة على جوزها وأطفالها والبيت، توقيت موجودة في البيت، وطاقتها الأنوثية اللي ما بقتش، يعني في بعض النساء دلوقتي خلاص يعني افتقدوا الطاقة دي. في حاجة، هل أنا بشتغل علشان خاطر ذاتي؟ أنا بشوفه كويس حتى الأطفال، إن أقول إن أمي ست ناجحة، فده رمز، مش البنت تتربى إن هي تكون عروسة وتتجوز، مش ده هدف. الولد يطلع مهندس ودكتور، والبنت تطلع يا دوبك تبقى جميلة، فتفضل تدور على الجمال فقط لا غير، والجمال ده يبقى جمال شكلي، وده بقى كده بيجيب أمراض. ففكرة وجود مرأة في المنزل، هي شغالة عشان ذاتها، عشان في بتقرأ، بتتعلم جديد، عايز أقولك ده بيدوم فترة الجواز وبيخلي فيه ثقافة حوار، ونجاحها هيبان في ولادها اللي مزبوط. هيطلعوا زي حضرتك يتكلموا عن أمهاتهم. نظرية البيضة والجزرة والقهوة مع دكتور نور هتبقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ اللي احنا اللي بنختار مصيرنا، احنا اللي بنختار طريق حياتنا، كله طبعا اسمه ونصيب. بس فكرة السعي، انا طالب اغير العالم، ابدا اغير نفسي. طب ابدا اغير نفسي اني اشوف نفسي قهوة،
القهوه دي هي الحاجه، يعني فكره البيضه ان لو حطيتها في ميه مغليه ظروف صعبه تبان قويه، بس لو طلعت القشره اللي هي لينه هي بتتظاهر اللي هي قويه. الجزره قويه. هل احنا من جوه بقينا هشين قوي شبه البيضه؟ اعتقد معظمنا كده. هقولك ليه. الحياه صعبه وده اختبار دايما بيكون موجود، وكل منحه او كل محنه تتحول لمنحه على حسب انا من بره صورتي الذاتيه ولا صورتي الحقيقيه. اهم حاجه صورتي الحقيقيه. فالجزره صورتها الذاتيه ضعيفه، الصوره الذاتيه بتاعتها والصوره الحقيقيه ضعيفه. انا يهمني الصوره الذاتيه بتاعتي انا قوي، او احاول اقنع نفسي ان انا قوي عشان اقدر اتعامل مع العالم. والقهوه هي اللي بتختار تكون قويه عشان هي مضطريه. ولو حطينا مصطلح ان الشخص لازم يكون مضطر انه ينجح هينجح. قبل ما نختم الحلقه عايزه رساله سريعه من حضرتك كاستشاري نفسي وعضو بمجلس الامومه والطفوله لكل قاعده على السوشيال ميديا ولكل طفل قاعد على السوشيال ميديا واللايفات اللي بقينا نفتحها والقدوة اللي ما بقيناش عارفين أساسها ولا صحتها. تحب تقول لهم إيه؟ قال لهم جملة تربينا عليها كلنا: اتفقت أنا وزوجتي أن نربي أبنائنا على القيم الحميدة، ولكننا اكتشفنا ونحن نربيهم أننا نربي أنفسنا معهم. ولادنا نتاج لينا ونتاج لتربيتنا. ولو ابني طلع شخص ناجح وسوي هيطلع بسبب تربية إيجابية كنت بعامله بحب المعتدل، ولا قسوة شديدة ولا تدليل زايد. ده في تعديل السلوك للأطفال، صح؟ مظبوط. دكتور نور، يعني سؤالي هيبقى صعب شوية. ماذا عن أب متحرش وطفل هو الضحية؟ طيب لو دكتور نور هيعالج الحالة دي ازاي؟ الأب خلينا نشوفه متحرش بأني نوع. بيدوفيليا، عشان بيدوفيليا ده احنا بنتكلم على اضطراب محتاج يتعالج، وفي دخول في بعض الأوقات أدوية فيه عشان يعالج. سؤالي: الأب متحرش والطفل هو المجني عليه والأب هو الجاني. طيب الأب لازم يتعالج عشان هو عنصر في المجتمع عشان ما يكرروش تاني. واحد، تمام. ده بعد ما هو يتحاسب. تاني حاجة الطفل لابد من علاج عشان هو يكون عنده صدمة. العلاقة ما بينهم لا هيكون انتهت طبعا، عشان ده إيذاء. يعني بنقول الصدمات في صدمة بسيطة ومتوسطة وحادة. صدمة حادة أو بنسميها صدمة الإجهاد الضار. هو طفل بقى زي الأطفال العائدين من الحروب أو الكوارث الطبيعية. رسالة منك لكل قفلت بقها عشان تم التحرش بابنها من أقرب الأقربين، تحب تقول لها إيه؟ عايز أقول لها إن أول خطوة في العلاج هو الإفصاح. إنك تقولي حتى لو هتخسر طبعاً. الطرف التاني طبعا لازم الطفل يعرف إن الشخص اللي أذاه هو اتحاسب، عشان ده لو ما حصلش الطفل هيتحول لشخص متحرش في المستقبل. فانت كده بدل يعني من واحد الطفل اللي اتعرض للتحرش هيصبح متحرش إذا في لم المستقبل. يعالج. وضمن العلاج ان انا اعاقب الشخص اللي اتحرش بيه وبيكون عارف لو تعاقب، حتى لو ابوه، طبعا. حتى لو خاله، حتى لو عمه، حتى لو جده. يعني مش عارفة اقول لك ايه، بس في جملة دايما بتيجي في بالي كده: احنا مش محتاجين تعديل سلوك للأطفال قد ما احنا محتاجين نعدل سلوك الكبار. لان انا لما بقعد على السوشيال ميديا كتير بحس ان لو سلوك الكبار بالمنظر ده، الولاد الصغيرين ده هنعدلهم ازاي؟ فمن خلال احتكاكك بالمجتمع واللي بيحصل فيه، النسبة الأكبر للفئة اللي محتاجة تعديل سلوك، الأمهات والأباء ولا الأطفال؟ الأمهات والأباء طبعا. هم محتاجين يعلموا، هو يكون عندهم قدر من القيم الأخلاقية علشان يقدروا يعلموها الأطفال. بقينا فاضيين جدا وعندنا فراغ فكري، وبنسيب الأطفال فترات طويلة أو بنقعد معاهم بس مش بنعرفهم هو مميزين في إيه، فبيدوروا على الحاجة. وبقينا فاضيين وبنتهم ولادنا بعدم الأخلاقية. ما هو ده، ما هي دي المشكلة. ما هو ده انتاج تربية وانتاج شخصية مش هتغيريها. فاحنا محتاجين بس نقتدي بالقيم الأخلاقية، نعلمها لأولادنا، ونعرف نقرأ كتالوج كده احتياجات كل مرحلة عمرية ونتعلم معاهم. مظبوط، عشان ده دورنا الأساسي ودور وطني مش دور احتياطي.
دكتور نور، القعدة معاك مش عايزة تخلص واستمتعت قوي بالحديث معاك، وإن احنا تطرقنا لمواضيع مختلفة. وحابة أقول لحضرتك يعني أتمنى يعني إن يبقى في نماذج كتيرة من حضرتك في المجتمع، وشكرا ليك. انا بشكرك جدا ان اتاحت الفرصه ان اكون معاكم النهارده، وشرف كبير، وان شاء الله نقدر نفيد الناس باذن شكرا الله. جدا يا دكتور نور.